لسان راكان في مراكش. هذه احلى من الزفه ترى. هذه اهم. هذه شوف شوف اللسان، شوف اللسان مع لسان راكان. الله 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 الله. اليوم حنا عند الحاج مصطفى عند الأمين باخ الملك الحسن الثاني سابقا، نبي نصور أسرار خروف الملكي. يا سلام. احنا جايين اخر الليل في ساحة الفناء نبحث عن طباخ الملك، جايين اخر الليل بس علشان ناخذ منه موعد نصور الخروف المشوي على اصوله. هو هذا مطعم الحاج جميل طباخ الملك. وانا ودي انام هنا صراحة، ما اقدر اصبر لين بكره. يلا انا ما اعرف كيف بنام اليوم، بنام واحلم باللحمة هذه. لازم نلبس الكش في منتصف شوارع مراكش. جولة في شوارع مراكش. من وسط جامع الفناء، أهلا بكم في مراكش مع الدراري. مراكش الحمراء. زي ما تشوفون وصلنا عند الحاج مصطفى والآن بينزلون الخرفان. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بأس عليكم. يا هلا. كل شيء بخير. كيف حالك؟ يعطيك بخير. الصحة. صحتك جيدة؟ الله يحفظك. الحمد لله. مرحبا بك. مرحبا. خروف احنا بننزل اليوم؟ هذا تقريبا يجي 20 خروف. 20 خروف ما شاء الله. ما تحطوا عليه بهارات ولا أي حاجة؟ لا احنا بنسوي لحم الخروف ديالنا اللحم يكون بطريقة طبيعية. ايه. لغاية الحطب المستعمل حطب طبيعي. شوفوا وصلنا الخرفان الملكية. بعد ما أخذنا الخروف عملنا قطعة الظهر، سلسلة الظهر القطعتين. فتحنا الكتف، فتحنا الفخذ كمان على 3 قطع. نحط الموز داخل الخروف. شوفوا يا جماعة والله العظيم هندسة. بكم مرحبا بكم اهل السعوديه الله كاملين، يسعدك. اخواننا واصدقائنا، وهذا الشعب نعزوه كثير الحمد لله. الله يسعدك. هذا شباب الطريقه عندكم انتم في السعوديه. ايه المندي والحنين. ايوه تمام. صحيح. وليش سميته الخروف الملكي؟ لانه كان دائما محطوط على طاولات الملوك. والجمال ايش نوع الحطب المستخدم قلت لي؟ هذا حطب العرعار. حطب العرعار. حطب العرعار عنده خاصيه بان درجه الحراره اللي بوفرها الفرن درجه حراره مرتفعه، عنده واحد نكهه خاصه. احنا كذلك بالسعوديه لما نسوي مندي النكهه بالحطب. ايه. هذا حطب العرب. هذا سر الطبخة، يعني ما يحتاج بهارات ملح الدنيا ذي كلها. بسلطنة عمان أنا صورت الشواء العماني يديروا ورق الموز. ورق الموز بيلفوا فيه قطع الخروف. ايوه. الراس ايش تعملوا فيه؟ راس الخروف. راس الخروف عنده هو كمان عنده فرن خاص به. فرن خاص لراس الخروف. شوف الفن كيف. وكم يجلس؟ ايش حال وقت؟ تقريبا 7 ساعات. 7 ساعات. لحم الراس يتطلب وقت طويل للطهي. زين اجل نضرب لنا نص راس مع الخروف خلاص. الثاي المغربي. شوف كيف جمال المكان اللي تاكل فيه. احنا لازم نبقى ما نفرطوا في الثقافه الله عليك. الحضاره ديالنا الله اكبر عليك. صورة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني. الله يرحمه. الوالد كم عمره كان لما راح عند الحسن الثاني؟ تقريبا عمره كان 30 سنة. ما شاء الله. مرحبا. شوفوا جمال اهل المغرب كيف. مجرد ما يعرفوني سعودي الكل يرحب. مرحبا. على قلوبكم. مرحبا. من مدينة الثقافة مراكش، معروفة بجمال عمرانها، معروفة بجمال اقتنياتها، التحف، كل شيء، الناس، الزحمة، والله العظيم شيء خيالي. هي جامعة بين الأصالة وبين المعاصرة. الله. معروف بجمال التراث الغير مادي. زي ما تشوفون الحرفيين هنا شوف يصوبونه ويجهزون الجلد، هذا من جلد الماعز. صراحة الشعب المغربي ما قصر. أنا كنت خايف التصوير وكذا، أي مكان أسير تعال صور، مرحبا حياك، الدنيا حلوة. وايش سميتك اخويا؟ عبد الحكيم. سي حكيم زياش ها؟ حكيم.
حاكم حداد. هذول اللي يصنعون القراقب اللي يغنون فيها بالقناوة. الله 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 الله. كشخة مكشوخة. مرحبا. كل شيء بخير والصحة والراحة. طبعا أول شيء لازم تتعلمه لما تجي المغرب إنك كسعودي تستبدل يعطيك العافية بالصحة والراحة. طبعا إذا أنت في المغرب فلا تستغرب. مرحبا. هذا هادشي كله اللي كتشوف منقوش بهذا. ما شاء الله. حرفة النقش على الفسيفساء من الحرف اللي انقرضت وما بقى الا حرفيين بسيطين ما زالوا محافظين عليها. شوفوا جت اللحظة الحاسمة. الله الله. هذه لحظة إعلان النتائج. هذه اعلان النتائج. هذه احلى من الزفه ترى. هذه اهم. هذه شوف الخروف الحين بعد ساعتين ونصف هو كله مستوي. ما شاء الله تبارك. لون ذهبي. ها الله 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 الله. شوف كيف. ها تبارك الله. وصل 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 وصل. شوف الذهب. شوف الذهب والله العظيم. هذا الذهب. هذا الحب. هذا اللي تبحث عنه والله العظيم. شوف من الريحة أنا حسيت إنه خلاص ما أقدر أصبر. أنا لازم آكل. لغة الإشارة تحركت. الله الحاج زيد نعطيك هذاك الشيء اللي قلتي ليه. الصحة العم جلال ما قصرت ما شاء الله. أول ما تطلع البركة وحب الناس على طول 3 خواريف. الله الله الله. لازم نذوقه ما أقدر أصبر أنا. بسم الله وبالصحة والراحة. الله يبارك فيك ومرحبا بك. الله الله. هذا بالأحضان. هذا بالأحضان. أخيراً خروف الملكي المراكشي. شوف الراس نصف راس والله العظيم. تحفة فنية تحفة فنية اللي جالس يشوفها. ما أقدر أصبر أنا لازم أذوق. شوف ما يحتاج أي حاجة فقط تقول بسم الله والصحة والراحة. لسان راكان في مراكش. الله الله. تفضلوا. لازم نذوق لحمة الراس. شوف كثير من الناس ما يحبها لكن معروف إنه لحمة الراس خصوصاً الخد هبيلة شيء فاخر. بسم الله. اللحم الطيب ما يحتاج أي بهارات. يعني لما سألته قلت له كيف طيب تطبخونه بدون بهارات؟ بكل بساطة ودبلوماسية قال لي اللحم الطيب لما ينطبخ بالحطب ما يحتاج أي بهارات. شوف بسم الله بسم الله بسم الله. شوف حنا ذقنا الشواء بعمان الشواء العماني واليوم لله الحمد نذوق الخروف الملكي المراكشي. الله 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 الله. وبالصحة والراحة يا العشير. شوف لحمة الراس والله تحفة فنية تحفة فنية. أنا أقول لو رحلة المغرب كلها ما يجي منها إلا إنك تذوق اللحم هذا والله العظيم كفاية. الطباخ هذا ما صار طباخ الملك من عبث. اللي جاء المغرب ولا جاء عند الحاج أمين ما زار المغرب والله. شوف اللسان مع لسان راكان. الله 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 الله. جميل. خذ راحتك. أهم شيء عيش الحياة. الحياة متعة وعيش اللحظة ولا تهتم. أنا حزين على كل شخص جالس يتابع ولا عنده القطعة الفنية هذه وأدري إني بأحزن على نفسي وأنا أسوي مونتاج الفيديو هذا. طبعا يا جماعة الأكل اللي مثل هذا لا مجال للشبع. لازم تاكله كله ما يبقى شيء لأنه لذيذ جدا. Now I'm slipping through the cracks.